الاهلي وريال مدريد، فاكر الماتش ده؟ طب فاكر كم الفرص اللي جت وكانت ممكن تخلينا نفوز بالمباراة دي؟ بما ان كاس العالم قرب فهعمل لك حلقات من دي علشان افكرك الاهلي عمل ايه الموسم الماضي ومين اللعيبة اللي كانت متألقة. فانا قررت اعمل لك فيديو خفيف كده وممتع علشان نشوف احنا عملنا ايه قدامهم، ومع كل لعبة الاهلي راح وضيعها هنشوف ايه اللي كان ممكن يتعمل في الهجمة صح واتعمل غلط، علشان نشوف مين اللي كان السبب ومين اللعيبة اللي خدت قرارات غلط في الماتش ده. كولر بدأ المباراة دي بالشناوي في حراسة المرمى، في قلب الدفاع منعم ومتولي، على الشمال معلول، على اليمين هاني، في وسط الملعب اليو ديانج والسولية، قدامهم قفشه، وفي الهجوم حسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف راس حربة. اول 5 دقايق الريال كان مركز على الجبهة اليمنى للنادي الاهلي اللي كان فيها محمد هاني، بس هاني دايما كان سابق فينيسيوس وكان متفوق عليه في اول 5 دقايق، ويعتبر اول 10 دقايق في المباراة الريال اللي كان ماسك كورة، بس اللي كانوا متألقين من ناحية النادي الاهلي وهو هاني والسولية. وبص برضو على السولية في الكام كورة دول، كان بيدخل بقوة وبياخد الكورة. المباراة لحد الدقيقة 16 مفيش هجمات خالص لأي فريق، هي واحدة بس للريال ومش على المرمى، كان متولي حاضر. واول هجمة منظمة للنادي الاهلي كانت في الدقيقة 18. بص هنا عبد القادر لو كان لعبها لشريف جوه شوية مش بره كان راح انفراد بوشه للجون. كمان شريف في الكرة دي طمع فيها بشكل غريب قوي، كان يقدر يديها تاني لعبد القادر يبقى خلاص جون، بس كل واحد طبعا بيفكر في نفسه. وحابب برضه افكرك ان هاني ما كانش سايب فينيسيوس لحد الدقيقة 20، بس للامانة حسين الشحات كان عامل واجبات دفاعية كبيرة قوي وكان واقف مع هاني لحد بقى الدقيقة 25. عبد القادر بيرقص فينيسيوس وبيلعب كرة عرضية كانت هتبقى هدف للاهلي، بس عبد المنعم ما قدرش يستغلها، وكان الصح بتاعها ان عبد المنعم كان يحطها في الارض او في اي زاوية، بس هنا عبد المنعم اختار انه يلعبها براسه من فوق، علشان كده طلعت بالشكل ده. وهنا بقى تشاوميني بيشوط واحدة كده على الشناوي وبتقع منه، كمان فينيسيوس بيروح بواحدة كده شبه انفراد وبيضيعها. اما التالتة بقى من نصيب رودريجو، راح برضه بواحدة على الشناوي وبرضه بيحطها بره. بص بقى هنا على الكرة دي، هجمة لمحمد هاني كان المفروض يكون اسرع من كده، بيلعبها بطريقة غريبة قوي لمحمد شريف، كان تمركز محمد شريف وحش قوي برضه، المفروض ان هاني خلاص اتأخر فيها، فانت بقى المفروض تروح لهاني خطوة وكمان ترجع لورا خطوة، كل ده طبعا في اقل من ثانية، وتفتح لهاني زاوية لعب، بس طبعا كل ده ما حصلش. بعدها الشحات بيروح بلعبة حلوة قوي كده من بتوعه وبيرقص كامافينجا وبيشوطها، بس الحارس بيصدها. والماتش بصراحة لحد دلوقتي كان رايح جاي وماتش ممتع، وحاسس انك انت تقدر تسجل عادي في ريال مدريد وكمان تفوز عليهم. وبرضه كورة هنا لفالفيردي بس الشناوي موجود لحد بقى ما بتيجي الدقيقة 41، وكورة من توني كروس بيردها عبد المنعم على دماغ اليو ديانج اللي بيلعبها بكل ثقة كده وبيحطها المتولي اللي ما قدرش الكورة خالص علشان ياخدها فينيسيوس وبيحطها في الجون. الكرة دي مش مجرد هدف، ده هدف بوظ لك كل الشغل اللي انت بتعمله، مع ان عبد المنعم ومتولي كانوا من نجوم المباراة بصراحة، بس كرة متولي دي بوظت الدنيا خالص. وهنا بقى كان متولي كان عاوز ياخد الكرة بثقة كده من قدام فينيسيوس، بس للأسف ما قدرش يقدر الكرة زي ما قلت لك، علشان بقى الشوط الأول يخلص 1-0 لريال مدريد، ويبدأ الشوط الثاني ولسه في الدقيقة الأولى وبنقول يا هادي لمسة سحرية كده من مودريتش، بياخدها رودريجو وبيلف بيها وبيحطها، بس الشناوي بيتألق وبترجع تاني لفالفيردي وبيحطها بكل هدوء في الجون. الغلطة دي بدايتها كانت غلطة جماعية وعدم ارتداد بسرعة من خط الوسط، وكمان في هنا تقصير واضح من السولية انه ما ضغطش على لوكا مودريتش. والغلطة الأكبر بقى وهي تمركز محمد عبد المنعم اللي أساسا ما عملش أي حاجة غير انه خلى اللاعب يستلم ويلف بكل سهولة. وعموما الأهلي ما كانش محظوظ لأنه جه فيه جونين في أصعب وقتين، وهو نهاية الشوط الأولاني وبداية الشوط الثاني. وبعدها بدقيقة الأهلي بيجيله كرة مهمة قوي، قفشه للشحات بس الشحات طمع فيها وبيحطها بره. الصح بتاعها ان قفشه كان يخش في المساحة الفاضية دي، انا مش فاهم ايه اللي موقف قفشه في المكان ده اساسا، وان الشحات يلفها له وكانت هتبقى جول مليون المية. كمان الكرة دي لو حد فاكرها كانت هتبقى انفراد لاحمد عبد القادر، بس الحمد لله قفشه لعبها لريال مدريد، وللاسف مش معايا فيديو ليها، بس اللي شاف اللقطة دي من الاول هتلاقي ان قفشه اتأخر فيها بطريقة غريبة، مع انه لو كان لعبها بسرعة كانت هتبقى انفراد لعبد القادر. وهنا بقى رأسية من محمد شريف والتوجيه في ذمة الله، وواحدة كده من تشاوميني بس برضه الشناوي موجود. قفشه حب يردها له بس طلع بالشكل ده، والعجيب في قفشه انه مش بيعرف يشوط اساسا من على حدود ال 18، بس عاوز يشوط من نص الملعب. وبعدها كولر بينزل تبديلين، حمدي وتاو مكان ديانج وشريف، وفينيسيوس على طول بعدها بيروح بواحدة على الشناوي وبيصدها. والشحات بقى اخيرا بيلبس كامافينجا ضربة جزاء وبيخش علي معلول وبيحطها بستايل حلو قوي،
علشان النتيجة تبقى 2-1 للريال. وكرة التعادل كانت في الدقيقة 67. الشحات اللي بكل صراحة كان من نجوم المباراة بيحطها القفشة اللي بيحطها في السماء، ولحد دلوقتي انا مش عارف هو قفشة عمل ايه بالظبط. اللي يشوف قفشة وهو بيطلب الكورة هيقول ان هو هيشمع الجول باللي فيه. والحمد لله الكورة ما جاتش في الكاميرا اللي كانت ورا الجون، والماتش فضل ساكت كده لحد الدقيقة 78 اللي بكورة من طاهر كان هيحطها في القريبة. كمان كورة خطيرة للريال بس بتطلع بره، وبعدها ضربة جزاء ومودريتش بيضيعها والشناوي بيتألق لحد الدقيقة 92. انت تشوف النتيجة 2-1 للريال، بس المباراة لحد دلوقتي متكافئة بين الاتنين، هدف بطريقة غريبة وعبد المنعم واقف بيتفرج. انا مش فاهم ليه بصراحة. على فكرة انا من اكتر الناس اللي بتحب عبد المنعم وشايف ان هو افضل مدافع مش بس في افريقيا، لا ده في الشرق الاوسط كله. بس المباراة دي كان في كام لعبة كده على المدافعين غريبة قوي، ولك ان تتخيل ان الاول عمل كعب وسط 4 ومحدش اعترض الكورة، والتاني برضه بيردوا له بكعب تاني ومحدش برضه فاهم اي حاجة من دفاعات النادي الاهلي. وبيجي طبعا هدف ثالث لريال مدريد. بعدها كهربا بيحاول بكرة كده بس خلاص مفيش امل، وفي اخر دقيقة الكرة بتقع جوه ال 18 وبيجي الجول الرابع علشان النتيجة تبقى كبيرة فعلا. بس انا شايف ان المباراة دي كانت سجال بين الاتنين، وده اللي زعلنا كلنا. لو كنا خسرنا 2-1 محدش كان هيزعل، اما الاستهتار اللي حصل ده اللي وصل النتيجة لكده. الاستحواذ طبعا كان مع ريال مدريد، 62 للريال و38 للاهلي. الاهلي سدد على الريال 15 تسديدة، اما الريال فسدد 19 تسديدة. علشان كده كنت بقول لك الماتش كان ممتع فعلا. التسديد على المرمى كان 5 للنادي الاهلي و11 لريال مدريد. الاهلي عمل 309 تمريرة بدقة 80%، اما الريال عمل 565 تمريرة بدقة 90%. الاهلي جاله 8 ركنيات، اما الريال جاله 4 فقط. وده كان ملخص مباراة من اهم مباريات النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. لو اللعيبة بتاعتنا كانت مركزة كنا صنعنا تاريخ بفوزنا طبعا على ريال مدريد، دي اول حاجة. تاني حاجة الوصول للمباراة النهائية. في حلقات هنعملها باذن الله على القناة هتعجبكم، يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الاشعارات، واهم حاجة بقى تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتوحد الله. اشوفكم على خير، سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.